يا رب، أدعوك دعاء لا أعرف كيف أرتبه، فأنت تبصر الفؤاد وتلمس حاجة قلبي بيدك. فاللهم أياما كما أحب، وحالا إلى ما هو أفضل، وهما لا يبقى قائما في صدري، وفرحة ليس لها انتهاء. اللهم أمنياتي التي أنتظرها، اللهم طوق قلبي بعقود من الرضا والراحة والفرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. نفسي والله افتح بس يا جماعة عشان اتكلم معاكم، نقعد نتكلم مع بعض. بس والله العظيم يعني اللي بتقعد تقرا لي، انتوا عارفين اللي بيخش لي البث فعارف ان حبيبه هي اللي بتقعد تقرا لي، فهي طبعا مشغولة بقى في المدرسة، قاعدة جنبي وسامعة. فهي اللي بتقعد تقرا لي لان انا ما بعرفش اقرا. انتوا عارفين طبعا، اللي بيخش اللي عارفني هيبقى عارف ان انا ما بعرفش اقرا. بصوا دلوقتي انا بعمل كده روتين كله نشاط كده، انا عايزه كل اللي اتفرج عليا يبقى كده، يبقى عنده طاقه كده، يقوم كده يروق وينفض ويمسح وكل حاجه، يشيل التراب اللي في البيت ويبقى البيت ريحته اريال كده وكرول، الحاجات دي، الحاجات الحلوه دي، معتر. فانا دلوقتي كده بروق سرير احمد. تمام، مسكته نفضته وايه، وبعد الملايه بتاعته، هي الملايه نظيفه، انا مرضتش اشيلها لان هي نظيفه بصراحه. كانت حبيبه حطها قبلها بيوم، بس هي ايه مش فرشاها كويس، انا كده بستعدلها. تمام، فكده اهوت انا بستعدل الملايه وهظبطها ونفض اللي ايه الخشبتين اللي هما بتوع السرير من هنا ومن هنا، نفضهم كويس، عشان طبعا انتوا عارفين ان الدولاب بيجي عليهم تراب وبترصب عليهم تراب. بس الاوضه دي يا جماعه بقى ان شاء الله لسه ليها روتين تاني برضه هصوره لما اجي افرش. بس ان شاء الله ممكن يبقى هيبتدي الموضوع من يوم السبت باذن الله، عشان انا عايزه افرش السجاجيد واتقل على الشقه بقى. خلاص كده افرش السجاجيد واغسل الحافظات دي، عشان بحب احطها فوق السجاجيد زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده، عشان السجاجيد ما حدش بيقدر يغسل سجاجيد في الشتاء طبعا، والتلج ده والسجاجيد بتاعهم الواحد ميه، انتوا عارفين. فانا بحط فوقيها الحافظات، وانا ما عنديش بديل بصراحه، ما عنديش غير اللي انتوا شايفينهم في الارض دول، بروح غسلاهم وبحطهم ويتوسخوا اروح غسلاهم تاني وينشفوا احطهم، احسن من السجاجيد اللي تتبهدل بصراحه. فكده انا للاسف انا ما حاولتش الكاميرا الاتجاه التاني ده، طبق غسيل مليان غسيل مغسول طبعا عايز يتنشر، هننشره مع بعض. في احمد ابني لما كان شغال في المكان اللي كان شغال فيه، اللي كنت قلت لكم كان بينزل فيه، بينزل منه يوم الخميس ويمشي يوم السبت الصبح، ده كان واخد البطانيه اللي انا بطبقها دي، كان بيفرشها، هغسلها ان شاء الله. وكان الملايه والحاجات دي كان بيقول لي في ناموس في المكان، فديته الملايه دي اتغطى بيها، والدفايه البني ديت كان بيحطها فوق البطانيه برضو تقل عليه عشان الارض ناشفه عليه. والمخدة التانية دي انا قلعت الكسوة بتاعتها تتغسل، المخدة ديت انا اللي عاملاها له على ايدي، سفنج وفايبر بصراحة. كده انا نفضت الحافظة، حطيتها في البلكونة. هبتدي بقى ايه اكنس الأوضة كده، هكنس الأوضة ولم التراب بتاعها، ازعفها بقى. مثلا لو في حاجة انا بقعد ابص على لقيت فيها محتاجة تزعيف بروح مزعفة، مش محتاجة بروح كنساها. طبعا انا رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية. رايحة جاية. انا مش عارفة يا جماعة في ايه قصة اللايكات، انتوا ما بيعجبكمش الحلقات بتاعتي ولا ايه؟ انا مش عارفة، اللايكات بعافية خالص خالص خالص، مش فاهمة ليه. يعني انا المفروض بلاقي فيه متابعين يعني نسبة المتابعين بتزيد، لكن ما فيش لايكات. طب ليه؟ يعني انا دلوقتي داخله على 1000 متابع، يعني ده انا لو جالي 500 لايك بس على على كل حلقة، عايزه اقول لكم الدنيا تمام. لكن انا بقى ما بفيش، يعني ما بيجيليش 200 300 لايك على كل فيديو، يعني على كل حلقه. انا مش عارفه ليه.
ما بيعجبكمش ولا ايه؟ مش عارفة حلقات يا جماعة ولا ايه؟ مش عارفة. مع انه والله ما فيش حاجة بتبقى بالسهل، وكلها بتبقى تعب والله. انا كده بكنس الحلق اللي هو بتاع البلكونة اللي تحت ده من التراب، عشان هكنس كله التراب بقى، ما بقاش الأوضة مكنوسة، والحلق ممكن يروح مع الهوا يروح مدخل تراب على الأوضة. فاهميني؟ طبعا انتوا عارفين. ابتدوا يومكم يا جماعة كده بسم الله الرحمن الرحيم، وكده تشغلوا قرآن وتقوموا كده تظبطوا شقتكم واتكلوا على الله. تلاقي كل، بصوا والله الطاقة السلبية تلاقوها انتوا تخشوا من الباب بالجردل والشرشبة زي ما قلت لكم، تخرجوا من تلاقي الطاقة السلبية خرجت من الشباك. انتوا تخشوا من الباب وهي تخرج من الشباك. حلوة دي صح؟ اه كده. طبعا ابن صاحبتي انا العجله بتاعت عيشه هتيجي قدامكم دلوقتي. والله العظيم العجله دي يعني في فيديو احمد اخوها كان جايبها لها وكان عاملها لها مفاجاه. والله العظيم منها كبيره ما كانتش بتركبها خالص، مركونه من يوميها. جت واحده صاحبتي ومعاها ابنها الله ربنا يصلح حاله، راح جاي وبص لقيت له داب، دخلت الاوضه لقيت العجله مكسوره. قلت له فداك يا حبيبي ويلا مش مشكله، ورحت ركناها على كده. مش عارفه اعمل فيها ايه. كده بقى ايه، طلعت التراب والزبالة اللي في الأوضة طلعتها. هبتدي بقى ايه ألمها. جيب بقى الجردل المليء فيه اريال وكرول، في مش اريال يعني اوكسي، انا عندي اوكسي بحط اوكسي. اوكسي وكرول بس يا عيشة. بس يا بابا كده كخ. بس فكده بقى ادي الجردل والشرشوبة اهو. انا طبعا مش هينفع اوطيه قدام الكاميرا، فطبعا بلجأ دايما للجردل والشرشوبة. انا قفلت البلكونة على فكرة يا جماعة عشان الاضاءة والله. عشان قبل كده انا عملت روتين في الأوضة دي وفتحت البلكونة، كانت عاملة ضي، كانت مبوظة الدنيا في التصوير. حقيقي بوظت الدنيا في التصوير خالص. طبعا مش باين اريال في الارض، مش باين مية في الارض، مش باين اي حاجة، لان الدنيا كلها بيضة في بيضة، يعني كلها أبيض في أبيض. أنا مش عايزة أغرق الدنيا مية قوي برضو كمان عشان حاجة. أنا السجاجيد قايله لكم قبل كده بغسلها وبحطها تحت السرير بتاع أحمد اللي في الأوضة ده أهو كده. هي الأوضة ما شاء الله بتنضف بسرعة كمان برضو يعني. احنا بقى مع بعضنا نعمل روتين بتاع الشتاء بقى، نفرش السجاجيد ونعلق برائع ونعلق الستاير التقيلة بتاعت الشتاء والكلام ده كله مع بعضنا ان شاء الله بإذن الله. مع بعض. شفتوا العجلة بتاعت عيشة وهي مكسورة؟ ويا عيني ما تلحقتش تتهنى بيها، ما لحقتش تتهنى بيها خالص. جت تقولي الحقي يا ماما عجلة كسرت، عجلة كسرت. قلت لها معلش. بس كده الأوضة اتمسحت خلاص كده. هي ما شاء الله يعني السيراميك بيبقى جميل والله، بينضف بسرعة برضو بالشرشوبة مهما كان. اتوسخ او كده او وسخ او كلام من ده، بص تلاقي اول ما تمسحوه بينضف ويبقى زي الفل. لسه هيبقى فيه روتين اجمد من كده برضو لما اجي نفرش فرشة الشتاء. عشان زي ما قلت لكم في الحلقة اللي قبل ديت، قلت لكم ان انا ناقصني شوية حاجات، فهنزل اجيبها ان شاء الله من سوق امبابة باذن الله. انزل اجيبها وبعدين افرش. بس بقى طبعا كل اوضه هتعوق عليا وكلام من ده، ممكن اعمل ايه ومش هقدر اعمل. ممكن ما اقدرش اعمل كله في يوم واحد، ممكن اعمل الشقه على مرتين يعني، فاهميني؟ على مرتين مثلا، ولو عملتها في يوم واحد عمرها ما هتنزل في حلقه واحده، يعني مش هقدر انزلها لكم في حلقه واحده. كده بقى انا هفرش الحافظه. هبتدي بقى كده هو تظبط لكم الدنيا. هخش بقى ايه اروق البلكونه. انا ما بحبش اخش انشر غسيل يا جماعه،
واحس ان البلكونه فيها تراب، معرفش ليه بحس ان التراب ده جه على الغسيل، بهدل الغسيل، وسخ الغسيل. فما بحبش اخش البلكونه دي نهائي الا لما اكون ايه يا كنساها ومنفضاها اقل حاجه وكنسه التراب منها ومسحاها كده بالشرشوبه، يا اما منفضاها وكنساها كده يعني. دي يعني المفروض، ما بعرفش اعمل غير كده. كده بقى نخش على البلكونه. عايزه اقول لكم النور بتاع البلكونه مخلي الشاشه اللي شاشه التليفون اللي يبص فيها ميبقاش شايف حاجه، يعني مش شايف التليفون بيصور فين. ضي النور مش باين حاجه من التليفون خالص. بصوا كده انا بلم الغسيل، المفروض ارفع التليفون لفوق شويه، انا مش فاهمه. بلم الغسيل، لم الغسيل عشان هنفض البلكونه وهنفض الكبرته اللي انا حطاها، اللي هي الكبرته القديمه اللي في الارض ديت هنفضها. هي نظيفه على فكره، يعني غسلاها حطها في الغساله وغسلاها ونظيفه. ايه يا روح، نروح عند حبيبه هي تعملها لي. بصوا كده لميت الغسيل، ابتدي بقى ايه اروق عيشه شافتني فتحت البلكونه جايبه كوبايه اللبن وجايه تقعد في البلكونه، يعني ما تخشش البلكونه وتقعد كده دلوقتي لما تلاقيني في البلكونه. اهو كده انا لميت الغسيل كله. هبتدي بقى ايه اروق البلكونه ونفضها، وهشيل الكبرته دي انفضها برضو. بس عيشه قاعده زي بقولها قاعده كده ليه يا عيشه، تقول لي يا ماما اشرب لبن، قلت لها طب ماشي خشي اشربي جوه يا بابا. طبعا احنا مدينا كوبايه بلاستيك عشان ما شاء الله عيشه كسرت لنا الكوبايات كلها، وربنا سترها ان هي ما تعورتش منهم يعني. فمن ساعتها انا قلت لحبيبي اوعي تحط لها اي حاجه ولا تشرب في كوبايه ازاز، اديها في كوبايه بلاستيك على طول، ما تحطلهاش في كوبايه ازاز، بعد الشر تتكسر منها تروح متزحلقه في الحاجه. احنا عندنا سيراميك بيقعد يزحلقها، لو حبت ماء في الارض يا عيني بتروح متزحلقه كده. ده كده انا بكنس البلكونه، هي يعني فيها تراب بسيط خالص بصراحه يعني مش كتير. بص اهو كده اهوت نكنسها. هنلم التراب بقى، اجيب الشرشوبه بقى واروح ايه، اجيب الشرشوبه واروح يعني مسحه كده، وهو مكان ايه كنيس والمقشه والكلام ده كله مكان التراب. بس كده البلكونه يعني ما فيهاش حاجه، بس ايه التراب والكلام ده كله الواحد ايه تقع حته غسيل في الارض. يعني انا هحط طبق الغسيل مليان يعني مهرم زي ما انتوا شايفينه كده، خليني حطيت الغسيل راحت وقع مني فانلة تيشيرت حاجه بتاعت عيشه بتاع حاجه بيضه، تروح نوقع في الارض، تروح لما تراب او كده هتتوسخ طبعا، هروح حطها في الغسيل وسخ. طب على ايه، على الحظ بقى، على الاواخر وراح جايه الشرشوبه اتكسرت. ايوه كده اهو. كده ببتدي انشر الغسيل. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهو بصوا كده، طبعا انا لسه لما غسيل من على الحبل مش محتاج ايه، ادي مشابك جديدة بدل العيشة عمالة ترمهم لي من فوق. احمد يخش ياخد تيشيرت من على الحبل، ياخد يشيل المشابك يرميها في الارض، تخش عيشة تاخدها وترميها من الحديد تحت. حبيبة تخش تاخد جيبة المدرسة تيشيرت المدرسة، تاخد عباية من على الحبل ده لو نازلة تجيب حاجة
ترمي المشابك في الارض، تخش الاستاذه عيشه طبعا تاخد المشابك ترميها في الارض، وانا راح اشتري مشابك. طبعا لقيت لكم جارتنا بتبيع مشابك، يعني بتبيع حاجات زي كده شامبوهات وحاجات من دي، وجايبه مشابك من دي. بكام يا ستي دستة المشابك؟ قالت لي ب25 دستتين. قلت لها طب هاتيهم، هاتي منه، مع انهم يعني بلاستيك مش قوي، بس ايه، لما اجي انشر زي كده بقعد ما بلاقيش مشابك، اقول لما انزل السوق اشتري ما بنسى، اروح اتسوق واروح ما بنسى اجيب. يعني فين على ما اتذكر خالص بقى ان انا اجيب المشابك بنساها. فبصراحة اول ما جت قدامي وانا في البيت رحت واخدة منها دستتين بس كده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا حبيبه يا عيني قالت لي يا ماما انشر لك الغسيل. قلت لها اما انت بتقولي خلاص قدامك 10 دقايق ولازم تمشي تروحي على المدرسه، طب ازاي هتنشري انت الغسيل وهتروحي امتى؟ لا سيبيه، انا كده كده هقوم اروق وايه وانشر انا الغسيل. مشيت بقى، قمت روقت الفيديو. دي تكمله الحلقه بتاعت اللي قبل دي على فكره يا جماعه، دي تكملتها. يعني انا عملت الصاله وعملت الاوضه. طبعا الفيديو مش هينفع يبقى ايه حلقه واحده، يعني قصدي ترويق الصاله وترويق الاوضه ومسيح الصاله ومسيح الاوضه والكلام ده كله والبلكونه ونشر الغسيل مش هينفع يبقى كل ده حلقه واحده، كان هيبقى كتير. فرحت قسمته لكم على حلقتين كده بقى ايه، كده بقى بنشر الغسيل والكلام ده. والله انا مش عارفه ايه قصه الغسيل. انا عندي الغساله الاوتوماتيك بتاعتي صغيره، يعني مش اللي هي حلتها مش كبيرة، فبتاخد حبة صغيرين حبة صغيرين خالص خالص. هي تقريبا 8 كيلو، مش عارفة، بس هي مش عارفة هي مش 12 ولا 11 دي اللي بيقولوا عليها، ولا انها 8 كيلو، مش عارفة لها. يعني هي في النص، مش عارفة هي قد ايه. هي نوع قديم قوي، انا جايباها مستعملة، فاهمني؟ لان كان عندي غسالتي اتحرقت زي ما قلت لكم قبل كده. الراجل قال لي موتورها مش نافع خلاص كده عايزه موتور. طب ما هي الغساله عباره عن موتور يا جماعه، يبقى على ايه؟ رحت بايعه البودي بتاعها، وخدت بصراحه غساله من واحده صاحبتي، فضلت اغسل عليها لغايه غساله كانت ركناها يعني، غساله برميل. قعدت اغسل عليها طول الشتاء اللي فاتت دي، لا اللي قبلها. كانت عيشه صغيره وكانت يعني بترضع، وكنت انا تقعد كل شويه تعيط وهدومي بتشر ميه، كنت اقعد احط كبرتة على رجلي واشيلها واحيلها كل شويه على كده، واقعد طول النهار افضل اغسل في حبه غسيل والله. وكنت لسه ما عملتش المنشر ده كمان، كنت بقعد احطهم على الحوض يتصفوا خالص خالص خالص، وبعدين انشر حبه حبه في الشمس بالنهار. تاني يوم يعني مش في اليوم اللي انا غسلت فيه، تاني يوم انشر حبه حبه على السور زي كده وينشفوا والمهم واحط غيرهم لغايه ما انشر الغسيل كله. يا اما اشيله واروح اخده انشره في العماره اللي قصادنا عند صاحبتي. يعني كنت شفت المرار بصراحه في موضوع الغسيل ده. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. طبعا جيت اشتريت الغسالة ديت ب1500 واديت. طبعا اللي بحالي يعني عارف الظروف وكده، كان حد مكلمه عني وكده، يعني واحدة صاحبتي، وقالت له معلش اصبر عليها. راح مديهاني وقال لي تديهاني حقها 500 في 500. رحت بقيت اديله حقها 500 في 500 لغايه ما خدتها، الحمد لله. بس يا ساعات تقعد تملى 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 لما تدلق في الارض ميه، الاقي الميه داخله على اوضه النوم وبهدلت لي تحت السرير بهدوم الشتوي دي. اتدمرت اخر مره، حتى انا كنت قايله لكم، وطلعنا الهدوم اللي في الصحارى سوا ووريتكم الهدوم كانت عامله ازاي، كانت كلها عايمه ميه. كذا مره تعوم لي الدنيا ميه وتخرب الدنيا ميه بصراحه. بس هو الحمد لله. قله الحاجه في البيت وحشه بصراحه، قلة الحاجة في البيت وحشة. وان يبقى ما عندكش وتروح يعني حد يديك غسالة ولا حد يديك حاجة، مهما كانت هتبقى حاجة مؤقتة. مهما كانت ما تبقاش زي ما يبقى الحاجة عندك في بيتك وانت بتستخدمها، يعني انت بتستخدميها، فاهماني؟ مش زي الحاجة تبقى في بيتك وبتاعتك وبتستخدميها، لكن لما بتبقي محتاجاها وواخداها سلف من حد، عارفة ان هي ممكن بكرة تاخدها منك، كمان شوية تاخدها منك، وتبقي شايلة هم يا ترى، يا ترى لما اجي اغسل تاني هغسل ازاي.
الحمد لله والشكر لله. ربنا والله بيسرها على الواحد، وبيوقف بيسخر له ناس كده فجأة. والله العظيم والله بجد أنا ربنا بيحبني، الحمد لله، في حاجات كتير قوي. ده فستان دودة عيشة. هي يا حبيبة طول يعني سرعت لكم الفيديو هنا معلش شوية عشان ما يطولش عليكم الفيديو، مبقاش غلس. دايما تقعد تقول يا ماما ما تطوليش الفيديو عليهم عشان ما يزهقوش ويتضايقوا، يا ماما ما تطوليش الفيديو عليهم عشان ما يزهقوش ويتضايقوا. اقول لها حاضر يا حبيبي، مش بمزاجي والله يا حبيبه. طب انا خليني ابتديت في المطبخ، اقفل الفيديو انا لسه ما خلصتش؟ قولي لي يعني انهي الفيديو ازاي، انهي الحلقه ازاي وانا لسه ما خلصتش؟ حتى لو انا نهيته على تلت ساعة واللي هيتفضل اعمل له فيديو تاني ما يكملش 5 6 دقايق 7 دقايق. طب انا اعمله ولا اعمل له فيديو ازاي ال5 دقايق دول اعملهم فيديو ازاي لوحده؟ فبضطر ان انا ممكن يعني عايزاكم ما تزعلوش ولا تزهقوا بالله عليكم لو الفيديو في مرة، يعني كل فترة كده راح مطول مني فيديو. اشوفكم على خير يا حبايبي، وربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا، وربي يخليكي ليا يا ام اسماء وكل متابعين الجداد والقدام، وربنا ما يحرمني منكم وخليكم دايما معايا وسند ليا وفي ظهري، وربنا يخليكم ليا يا رب يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا ابدا. واشوفكم على خير، وما تنسونوش في اللايك يا جماعه، بالله عليكم اللايك يا جماعه وشيرولي ومتابعات بالله عليكم يا جماعه، وربنا ما يحرمني منكم ابدا. اشوفكم على خير يا حبايبي. انا كده خلاص اهوت خلصت اخر حاجة.